السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تبقوا بخير وهنا وسعادة. والفيديو جديد انا عارفة، كل فيديو هقول لكم ان انا بتأخر عليكم، بس اعذروني والله، لاني سنة رابعة دي كأنها اول سنة تعدي عليا. يعني انا معايا عيالي عدوا سنة رابعة بكتير، لاني في ثالثة ثانوي عام واللي في ثالثة اعدادي، بس لا ما كانتش اصعب من رابعة اللي احنا بنشوفها السنة دي بصراحة. فاللي هو من مدارس لدرس قبل المدرسة ودرس بعد المدرسة وفي المدرسة، فالنزول والطلوع، وبلحق اجي بسرعة والله يا جماعة، اعلق على الاكل بسرعة، واوقات يبقى لسه ما استواش، انا اجيبه من المدرسة عشان اوديه درس وارجع اكمل. فسامحوني عشان كده مش عارفة اصور اي حاجة خالص، فسامحوني الفترة دي بس تعدي. يعني الترم ده يعدي، هو الترم التاني هنرتاح شوية لان هنبقى فترة الصبح، فهو الصبح تلقائي على المدرسة، من المدرسة على الدرس، هناخد بقى من الدرس على البيت ويبقى معانا اليوم طويل. فاعذروني معلش وسامحوني الفترة دي، بس ايه استحملوني فيها. ولو وصلت لغاية هنا تشتركي في القناة وفعلي زر الجرس، يا رب القناة بتاعتي تعجبك. وما تقلقيش في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. والشتاء طبعا، خضار الشتاء وحلاوة خضار الشتاء، الست الناصحة اللي من حاجة بسيطة تملى التلاجة بتاعتها، وكيس ورا كيس هتلاقي. بصي الدنيا معاكي اتظبطت في ايه؟ طبعا اتظبطت في سلق ماشي، في خضرة، في قلقاس، البسلة لسه البسلة نازلة يا جماعة جديدة ونازلة غالية، في الفاصوليا الخضرة ما شاء الله جميلة. طبعا احنا الملوخية الناشفة عملناها في الصيف، والملوخية الخضرة شلناها برضو في الفريزر للشتاء، هي بتتجف في الصيف وبتتشال للشتاء. في الشتاء بقى بنشيل ايه؟ بنشيل خضرة، لان اللهم بارك الخضرة بتبقى كتيرة وبتبقى جميلة جدا في الشتاء، فبالتالي بنستغلها وبنشيلها في الشتاء. القلقاس طبعا ما بيبقاش موجود، هو والسلق ما بيبقاش موجود في الصيف، فبالتالي بنجيبه في الشتاء. البسلة ما بتبقاش موجودة غير في الشتاء، فبالتالي بنجيبها عشان ايه؟ عشان الصيف. فايه اللي انت جبتيه النهارده يا ام يوسف؟ النهارده انا جبت سلق للقلقاس، وجبت ايه؟ وجبت خضرة. بصوا انا حطيت تحدي ان انا مش هطلع كل يوم 10 جنيه، انا هامله الفريزر بتاعي لرمضان، للزنقات، لوقت الله اعلم بلدنا رايحه على فين، فالاقي عندي اكل اللي في بيتي، وفي نفس الوقت انا مش هضغط نفسي، لان انتوا عارفين مصروفي انا ماشيه عليه، فما ينفعش اتخطاه. فانا شرط على نفسي ان انا هامله تلاجتي ب 10 جنيه بس، اذا لو ما كانتش ب5 جنيه كمان لو في الظروف يعني. طب انت ال10 جنيه هتجيب ايه دلوقتي؟ لا هتجيب يعني، بصوا انا الخضر اللي بيبيع السلق عندنا ب2 جنيه الواحده، وحزمه خضره، حزمه حلوه برده مش قليله، بجنيه. تمام. انا وانا معديه في السوق لقيت واحده خضاريه، مش خضاريه، الفلاحه يعني اللي بتبقى قاعده في الارض، كان عندها لفت وكان عندها سلق وكان عندها خضره وكان عندها جرجير وفجل والحاجات دي. فطبعا دي بتبيع ارخص لان هي قاعده في الارض، مش مأجره محل يعني ولا حاجه. فبالتالي سألتها بكام السلق؟ قالت لي السلق بجنيه ونص. فأنا رحت جبت 4. بصوا والله يا جماعة وخضرة وجميلة، اللهم بارك، بلدي وحلوة. جبتها بكام؟ بجنيه ونص الواحدة. جبت ال4 ب6 جنيه. قلت لها وال4 جنيه اديني بيهم خضرة. بصوا والله العظيم يا جماعة مدياني كمية خضرة أنا ما مصدقة إن ده كله ب4 جنيه. حتى أنا قلت لها على فكرة أنا قلت لك ب4 جنيه، قالت لي يا حبيبتي ما أنا عارفة. أنا فكرت بصراحة إن هي نسيت يعني فتديني أكتر. ادتني كمية خضرة بسم الله ما شاء الله كتيرة جدا. تمام. بصوا هي فيها حاجات بسيطة بس كده صفرة، بس الباقي والله العظيم كله اخضر وجميل. على فكرة يا جماعة عشان بس ضوء الشباك هو اللي مدي نور جامد مع اللندا، هو بس والله العظيم هي خضرة وجميلة جدا. فهنعمل ايه؟ الخضرة دي انا هنضفها حلو وهغسلها وهنقعها في مية وحبة خل، وهسيبهم مرقوعين شوية وهصفيهم لما ينشفوا تماما، مش ينشفوا بقى يتبالوا بوحشين، لا يعني ساعتين كده في المصفى. اما يتصفوا خالص اروح مقطعاهم ومقسماهم 3 اكياس. السلق نفس الموضوع، طبعا احنا بنشيل العصايه دي خالص، بناخد الورقه بس كده، وبرده هغسله هنقعه بحبه خل وهسيبه يتصفى خالص. ال4 دول انا هعملهم 3 اكياس، عشان انا الطبخه بتاعتي بتبقى قلقاسيه نص كيلو، ولو جبت قلقاسيه كيلو لا انا بقسمها على كيسين. تمام. فانا دي حلوه بتكفيني، الف هنا وشفا للجميع يا رب. فانا ال4 دول انا هعملهم 3 اكياس، يبقى انا عملت 3 اكياس سلق
وعملت 3 اكياس خضره كده، مليت تلاجتي بايه؟ بال10 جنيه. طب لو انا ايا كان مش معايا الا 5 جنيه، انا لو قلت لها اديني 5 جنيه خضره كانت ادتني كمان اكتر من دول، كانوا عملوا لي 4 اكياس و4 ايه اللي هم مليانين حلوين بتوع المحشي دول، عارفين؟ مش اللي هو حبه في الكيس قليلين، لا اللهم بارك كانوا هيبقوا 4 حلوين يعني. فانا هكتفي بدول ب3 لان المحشي انتوا عارفين طبعا بحب الخضره كتير، فانا هعمل دول 3 اكياس وهعمل دول 3 اكياس. ويا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، وانا عارفه ان هو فيديو بسيط بس زي ما بقولت لكم معلش استحملوني، لان والله الظروف بتبقى غصب عني. وما انساش بقى ان انتوا ايه، ما تنسوش يعني ان انتوا تدوسوا لايك تمام، وتشتركوا في القناه لان هي دي مساعدتكم ليا، وكل حاجه انتوا بتعملوها معايا ربنا هيجازيكم عليها خير، لان انتوا بتساعدوا. يعني بصي كانك بتطلعي حاجه لله كده، انت بتعملي حاجه ما بتاخدش في ايدك ثواني، انت بتدوسي لايك دوست اشتراك ما بتاخدش في ايدك حاجه، بس انت بتساهمي في رزق هيبقى داخل ليا ولاولادي. وربنا يجعلنا يا رب كلنا كده يعني بنساعد بعض في الخير، وربنا يرزقنا ويوسع علينا جميعا ان شاء الله يا رب العالمين، ويشفيني ويشفي مرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.